بنروح لاجمد حته في الاعلان بالنسبه لي واحلى مشهد ماني شوت لما بنشوف ديدبول حبيب قلبي عامل ايه؟ النهارده فيديو سريع كده عشان خلاص ديدبول وولفرين قدامه كام ساعه ويبقى اوفيشالي ريليز، وانا ما كنتش ناوي اتكلم عن الفيلم تاني لحد لما اشوفه، يعني بسبب التسريبات الكتير اللي اتقالت واللي انا مش متاكد من اي حاجه منها، بس مارفل فاجئتنا بفاينل تريلر اللي بصراحه كان فيه كام مشهد كده جامدين وجابوا معايا من الاخر، فركز معايا كده في الاعلان ده عشان اعلان جامد. ولو اول مره تسمعني ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وده حسوة توكس. اول اعلان بنشوف ان ديدبول بيقول ان هو بيحب يحول اي حاجه بتحصل له لهزار، والنهارده جه الوقت عشان يستخدم الحوار ده لحاجه اهم، ان هو يعني يخلي وولفرين اللي بيقابله ده يبقى مرح كده وفرفوش ويفك شويه، لان زي ما انت عارف ان شخصيه وولفرين جد وملهاش في الهزار والتفاهه بتاعت ديدبول دي. وساعتها وفي اللقطات دي بيكون ويد ويلسون في يونيفرس تاني موجود فيه فانيسا حبيبته، وزي ما انت فاكر من الاعلان الاول ان بعد المشهد ده التي في اي بتيجي وبتقبض على ديدبول وبيعرفوه في التي في اي على عالم مارفل بتاعنا وكل الاحداث اللي حصلت، بس التي في اي بعد كده بينفول الفويد او الفراغ، والمكان ده اللي بتدور فيه اغلب مشاهد الفيلم وكل الاعلانات اللي نزلت. والفويد ده يا صاحبي بيبقى المكان اللي التي في اي بتنفي فيه كل الفاريانس اللي بيسافروا بالزمن، لانهم كده بيعملوا برانشز او تفرعات في المالتيفيرس، يعني اي حد موجود في الفويد بيبقى فاريانت وسافر بالزمن، والتي في اي قبضت عليه ونفته هناك. ولو مش فاهم الحوار ده دوس على الاي اللي فوق دي، فيها ريل هتفهمك الدنيا. المهم ان الفويد ده هو المكان اللي لوكي اتنفى فيه، وعشان لوكي يهرب من الفراغ ده كان لازم يتصدى لايلايس، وايلايس ده هو حاكم الفويد اللي هي ريمينز اي كان مسخره يحمي المكان ده، وفي نفس الوقت ده الكائن اللي هي ريمينز كسب بيه الحرب اللي دارت بينه وبين كل الفارنس بتوعه. I weaponized Alliance and I ended the multiversal war. الكائن ده بقى يا حبي هو اللي ديدبول وولفرين بيحاولوا يهربوا منه. بعديها ديدبول بيقول waited a long time for this team up. وهنا ديدبول بيتكلم على لسان راين رينولدز اللي كان حلم من احلامه ان هو يشوف فايت ما بين ديدبول وولفرين. وبعديها ديدبول بيقول له انت كنت واحد من الاكس مان. واحد ايه؟ انت كنت كل الاكس مان اصلا. وبنشوف ساعتها لقطات جامده جدا لولفرين بتاعنا بتاع عالم فوكس. X-Man. Wolverine. وديدبول بيقول له انت كنت هيرو في العالم بتاعي. وولفرين ساعتها بيقول له He ain't shit mine. بعدها بنشوف لقطات لهجوم إلايس، وشكل حوار الفويد ده هيطول في الفيلم. وساعتها وولفرين بيقول ان سكوت وستورم وبيست كان نفسهم ان هو يلبس السوت ويبقى موجود معاهم، فالفيلم ده اكيد هيدونا معلومات عن حكايه وولفرين ده اللي شكل حياته مختلفه تماما عن وولفرين بتاعنا بتاع عالم فوكس. ولما كان بيقول كده كان في لقطات شفنا فيها ظهور تود، وده كان كاركتر ظهر معانا في اكس مان سنه 2000، وبرضه بنشوف كاركتر كاساندرا نوفا اخت تشارلز اكزافير، وشكلها كده من الناس اللي جامده في الفويد. والمفروض ان الشخصيه دي في الكوميكس بيبقى عندها نفس الباورز بتاعت تشارلز اكزافير بس بتستخدمها في الشر، وتعتبر النسخه الفيلن المؤنثه من تشارلز اكزافير زي لوكي وسيلفي كده. وبعديها بنشوف اللقطه دي لولفرين وبيكون بينهار ساعتها، وزي ما قلت لك من شويه ان هم اكيد هيدونا حاجه عن الحياه القديمه بتاعت الولفرين الجديد ده، فاكيد الحته دي من ضمن حياته القديمه. وبعديها ديدبول بيقول لولفرين ان حياته كلها تتمثل في التسع اشخاص دول اللي كانوا موجودين معاه اول الاعلان، وهم نسا والست اللي مش بتشوف دي ونيجا سونيك ويوكيو وكلوسيوس ودوربنتور وبيتر وميوتنت جديد وهو شاتر ستار. وبيقول لولفرين ان هو مش هيعرف ينقذهم لوحده وان مفيش غيرك اللي يقدر ينقذهم معاه. وبعديها بنشوف لقطه ظهور سابرتوث اللي اخر ظهور ليه كان في فيلم اكس مان 2000، وسابرتوث ده بيبقى اخو وولفرين وتم تقديمه قبل كده بشكل افضل في اكس مان اوريجينز ذا وولفرين، وعطونا الاوريجين ستوري بتاعته وكانوا مغيرين الممثل. وساعتها بنشوف نفس اللقطه لولفرين وسابرتوث زي ما حصلت بالظبط في سنه 2000. وبعديها بنشوف لقطه لكاساندرا نوفا وهي قدامها جهاز عجيب كده وطالع من وراه الاسباجيتي بتاعتنا، والاسباجيتي اللي موجوده دي معناها ان العالم ده بينتهي خلاص والتايم لاين بتاعه بيحصل له ديليت. وبعديها بنشوف هجوم إلايس اللي قرب قوي، اللي انا متوقع ان دي اللحظه اللي وولفرين وديدبول هيدخلوا فيها عالم الام سي يو بتاعنا. بعدها بتيجي لقطه من احلى لقطات الاعلان لما بنشوف وولفرين بيقول Whoever you think I am, you got the wrong guy. وهوب ظهور بنته اللي ظهرت معانا في فيلم لوجان، وولفرين بتاعنا اللي هو ابوها كان ريح في الفيلم ده وشكرا كده. المهم بتقول له You were always the wrong guy.
until you weren't. وده معناه ان دايما وولفرين بيبقى فاكر ان هو ملوش لازمه، وانه الشخص الغلط اللي تطلب منه مساعده، بس في الاخر بيبقى هو الهيرو اللي لازم تعتمد عليه، بس هو مش عارف قيمه نفسه. وهوب لقطات حماسيه جامده. Are you ready? Fuck yeah, I'm ready. I'm the Wolverine. واهم حاجه في اللقطات دي هو ظهور ليدي بول، والتسريبات بتقول ان احتمال كبير جدا تكون مرات رايان رينولدز هي اللي هتقوم بالدور، ولو ده حصل يبقى رايان رينولدز ده دماغه متكلفه قوي. وهنا بنروح لاجمد حته في الاعلان بالنسبه لي واحلى مشهد ماني شوت، لما بنشوف ديدبول. Stop it. يا الله على الجمال. وده معناه حاجه واحده يا حبيب قلبي، ان اكيد ديدبول قابل سبايدر مان. اصل قالها معايا كده، ايه اللي يخليه يعمل بايده كده؟ ان لو شاف حد قدامه بيسوينج او بيويب من ايده، فالكلام ده معناه انه اكيد قابل سبايدر مان من شويه. بس السؤال هنا بيقول هو قابل انه سبايدر مان بقى يا ترى؟ في ناس بتقول لك ان ممكن يكون فيرجن جديد من سبايدر مان ما شفناهوش قبل كده، جايز برضه. وفي ناس ثانيه بتقول لك ان ممكن يكون نسخه لايف اكشن من ميجيل اوهيرا، وارد برضه جايز. بس هيعملوا كده ليه لما ممكن يجيبوا توبي ماجواير؟ وانا رايي انه لازم يبقى هو ده فيلم كلاسيكي. في ناس كتير هتظهر من افلام السوبر هيروز بتاعت الالفينات زي وولفرين اكيد، وسابر توث، والكترا، وعزازيل، وعلى راس كل دول اكيد ذا وان اند ذا اونلي سبايدر مان. وبس كده عزيزي المستمع، اتمنى اكون فدتك وسلتك شويه. ما تنساش تشوف البريك داون بتاع فيديو كابتن امريكا عشان انا تعبت فيه جامد. تعمل فولو حسب انت سامعني منين، ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك كل جديد، ورايك كلمتين عشان فعلا بيساعد. كان معاك وريم حسوبه من حسوبه توكس. سلام.